أصبحت النجمة شيرين عبد الوهاب حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتها إلى زوجها الملحن والمطرب حسام حبيب، رغم اتهامها له في وقت سابق بالاعتداء عليها ومحاولة الاستيلاء على أموالها، ما دفع الكثير من نجوم الوسط الفني إلى مهاجمتهم. الفنانة المصرية سمية الخشاب نشرت سلسلة تغريدات عبر حسابها في تويتر حول الموضوع، وإن لم تذكر شيرين صراحة، لكن الجمهور أكد أن الشخصية المقصودة بتغريدها هي المطربة المصرية التي سبق وأن أدخلت المستشفى عنوة من أجل العلاج من الإدمان. وكتبت الخشاب: بعد كده يا حبايبي ما نتعاطفش مع حد إلا لما نتأكد أن هو نفسه متعاطف مع نفسه، عشان ما نحرقش كتير على الفاضي، في إشارة إلى تعاطف الوسط الفني مع شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن حسام حبيب وحلاقة شعرها ثم دخولها المستشفى أخيرا. وواصلت الخشاب: الواحد لما بيركز بشغله وحياته وشكله بيوصل لمرحلة ملكية ما يبقاش فعلا محتاج لحد إلا لو هو بلا هوية، ولازم يكون تابع لحد علشان يعرف يعيش. وأضافت: أي علاقة ثمنها كرامة الإنسان تغور في 60 داهية، العالم فيه 6 مليار والله. وطالبت متابعيها بالتعلق فقط بالحب الوحيد والكبير رب الكون اللي عمره ما هيتخلى عنكم وعمره ما هيأذيكم، ومن عبده ما فيش حاجة اسمها حب. وكان قد انتشر فيديو عبر السوشيال ميديا يوثق عهد قرن المغنية شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب من جديد بعد الأزمات التي مر بها، وسط تعليقات تؤكد أن المطربة المصرية لم تكن على طبيعتها أثناء كتب الكتاب. ومما جاء في التعليقات: حركاتها مو طبيعية، حركات شيرين مش طبيعية، كأنها مش بوعيها أصلا، بس ما نسمع خبر مقتلها بعد كم يوم. شيرين مش طبيعية، أكيد في شي غامض بالقصة. شيرين مش طبيعية، في إشي مش مزبوط.